يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة شارك معاكم يوم من ايامي بإذن الله يعجبكم وتستفادوا منه ولو بحاجة بسيطة. اول حاجة بشاركها معاكم دلوقتي، بعمل فطار لزوجي علشان خاطر ياخده معاه الشغل، لان زوجي يعني مش من الناس اللي هي اول لما بتصحى كده تحب انها تاكل على طول. لا، ممكن ياكل حاجة خفيفة كده، يعني كوباية شاي مثلا معاها قرصة معاها كيكة مثلا معاها بقسماط فاكهة، حاجة خفيفة كده. لكن أكل يعني لما بيحبش، يعني أول لما يصحى ياكل كده، غير لو مثلا يوم أجازة أو يوم جمعة يعني أو كده ماشي ممكن نفطر الصبح بدري. لكن يوم لما يكون رايح الشغل لأ، بيحب حاجة خفيفة كده وهو نازل. فبعمل له بقى حاجة كده برضو، يعني فطار ياكله هناك وقت الريست يعني في الشغل. فبنوع له بقى، مرة بطاطس مهروسة كده ببيض، مرة مثلا زي ما بعمل دلوقتي بيض على طماطم، مرة مسقعة، مرة فول، حاجات يعني زي كده عشان ما يزهقش برضه. ففي اليوم ده بعمل له بيض على طماطم، واحط له كمان شويه لانشون كده، وبحطهم له بقى في علب. ان شاء الله عايزه اشتري لانش بوكس. لو تفتكروا يا بنات من فتره كده من حوالي كام شهر كنت بقول لكم نفسي اقنع زوجي انه ياخد معاه اكل وهو رايح الشغل واعمل له لانش بوكس وكده، وما كانش بيوافق. فالحمد لله اقتنع. فالزن يعني بيجيب نتيجه برضه. فالحمد لله اقتنع اللي هو ياخد معاه اكل وكده. ولاحظ الفرق، يعني بيقول لا، في فرق كبير خالص لما باكل يعني لقمه بسيطه كده في الشغل، يعني عكس لما يفضل اليوم كله من غير اكل او يشتري اكل من هناك. والسندوتشات غليت دلوقتي اصلا، يعني كان السندوتش بيشتري مثلا ب10 دلوقتي ب15. فالاكل البيتي احسن واضمن واوفر وانضف وكل حاجه. فهنا عملت البيض على طماطم وعملت اللانشون. وكمان اللي عندي العيش بقى، العيش الايام دي مش عارفه بقى بيفرول بسرعه، يعني لو فضل بره التلاجة يومين ولا حاجه بيفرول. فبقيت بعمل ايه، بحطه في الفريزر. بعمل كام رغيف كده على بعض وبحطه في الفريزر. كنت الاول بقى بطلعه واخد منه، لكن دلوقتي بسيبه في الفريزر واخد منه هو متلج وبحطه في الكيس كده لزوجي. فعلى وقت الريست يعني وكده بيكون العيش فك معايا. لكن لو سبته بره التلاجة هيفرول خالص. هدخل دول بقى الفريزر تاني. نتوكل على الله بقى كده وندخل نشوف شغلنا. عندي كام شغلانه كده تبع التلاجة، ان شاء الله نعملهم مع بعض، يعني ناخد من التلاجة ونشتغل زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. اول حاجه معايا هنا ربطه خاص، عايزه اخد الورق بتاعها اعمله محشي زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. هعمل معاكم طاجن محشي ورق خاص بسم الله ما شاء الله، يعني زي الزبده كده زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. فهنبدأ كده حاجة حاجة علشان خاطر يومنا يكون منظم كده وماشي مرتب. أول حاجة هاخد الخس ده هنصره زي ما شايفين معايا، والورقة اللي مش كويسة هتخلص منها، وهنقعه كده في شوية مية وعليها معلقتين خل علشان خاطر ينزل أي طينة أو أي حاجة مش كويسة فيه. والخضرة يا بناتي يعني لازم نغسلها كويس جدا على قد ما نقدر علشان خاطر نتخلص من أي حاجة مش كويسة فيها. تمام، ادي حاجه وتخلصنا منها. ندخل على التلاجة تاني. معايا هنا الحله دي فيها ايه، الحله دي فيها شويه لبن رايبين، كنت سايباهم كده يروبوا علشان خاطر اعمل منهم قرص، لان زي ما قلت لكم زوجي معظم الايام يعني بياكل يعني قرصه وشاي حاجات من دي. فبحب الحاجات دي دايما تكون عندي كده ما منعهاش من البيت. فالمهم يعني مش مالكه خالص ان اعمل القرص اليومين دول. فاللبن علشان ما يمررش مني ويبوظ خساره، حطيته هنا كده في كيس وهدخله الفريزر، وفي يوم تاني ان شاء الله بقى اطلعه وافكه واعمله قرص، ممكن ابقى اعملها معاكم ان شاء الله. انا بقول لكم لو عندك الرف بتاع الفريزر شبكه كده زي عندي، ما تحطيش عليه السوائل سواء لبن او صلصه او اي حاجه سايله بالشكل ده، لان هتيجي تطلعيها هتغلبك خالص. فبطلع بقى الحاجات المجمده على الشبكه، والحاجات اللي هي السايله دي بحطها تحت كده على الرف اللي هو المسطح ده، بتكون سهله معايا لما اجي اشيلها. طلعت هنا لفه ورق عنب وكيس صلصه علشان هحتاجهم في المحشي برضو ان شاء الله. كده تخلصنا من حاجه، ندخل على الحاجه اللي بعدها.
معايا هنا برضو طماطم كنت جايباها وانا جايه من البلد، فكانت حماتي مدياني وزنه وامي كانت مدياني وزنه، فربنا يخلي الحبايب يا رب. فالمهم علشان ما تبوظش برضو خساره، طلعتها كده يعني نقطتها او فرستها الطريه كده على جنب لوحدها علشان اسبكها ان شاء الله، والجامده دي احطها على رف التلاجة. بس مش عارفه ليه الطماطم الايام دي كده تحسها اللي هي حمرا من بره، ومن جوه تحس اللي هي خضرا كده، وبتبوظ الطبيخ، بتخلي الطبيخ ماسخ كده ومش حلو. فانا عايزه افرز طماطم، بس عايزه استنى شويه لما الطماطم تحلو كده، لان الايام دي مش عاجباني بصراحه. هنا بقى هنصر الخس، انا اخد الورق كده واسيب العيدان مش هتترمي طبعا، ده هتتاكل. بس اخد الورق علشان خاطر احطه يدبل شويه زي ما هتشوفوا معايا، ونعمله محشي ان شاء الله. انا بقول لكم اي ورقه مش كويسه بتقابلني بتخلص منها تماما. وكمان الخس اللي هو في الطبق ده برضو هسويه كده واخليه شكله منظم، علشان خاطر يعني اللي يحب ياكل منه يعني يفتح النفس كده للاكل. تمام بالشكل ده كده. تعالوا بقى ناخد الورق ونشوف هنعمل فيه ايه. الورق بقى اخدته كده في البلكونه عند عبايه بتاعتي كده، يعني ما عدتش بلبسها، فمخصصها بقى للحاجات اللي زي كده، بنشف عليها ملوخيه، نعناع، ورق خاص، الحاجات اللي زي كده، فهي نضيفه يعني وكويسه الحاجات اللي زي دي. ففردته كده في البلكونه علشان خاطر يدبل، سواء في شمس او ما فيش، اللي هو بيدبل برضو زي العسل. وهتشوفوا معايا ان شاء الله من خلال الفيديو هيكون عامل ازاي، يعني هيكون افضل لما تحطيه في ميه سخنه كده ويسود منك ويتهري، لا الهواء او الشمس بيدبله بيخلوه زي الفل، زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. دخلنا بقى على اللي بعده. معايا هنا خضرة محشي، طبعا هستخدمها النهارده في كذا حاجه زي ما هتشوفوا معايا. فبرضه هنضفها وهغسلها زي ما غسلت الخس بالظبط، في ميه كده وخل. وزي ما قلنا يا بنات الورقيات دي من اهم الحاجات اللي لازم نهتم بتنظيفها وغسلها، لان بيكون فيها طينه كده من جوه، لو ما نضفناهاش يعني بتعمل مشاكل كبيره جدا، ربنا يعافيكم ويعافينا. بتتعب الكلى وبتعمل حصوات وبتعمل حاجات مش حلوه كتير، فنهتم كده بتنظيف. وبرده بيكون جوه الورق الحلو ده بيكون زي ما شايفين كده بطلع ورق اصفر، فيعني دوري كده جوه الورق كويس. تمام. فهتشوفوا معايا دلوقتي البتاع ده الكرات، عامله برده شويه كرات علشان اعمل طعميه. هتشوفوا معايا الكرات دلوقتي بنزل طينه قد ايه. فالحاجات اللي زي كده نهتم بغسلها جدا يعني، وننضف كده حوالينا اول باول علشان خاطر نكون مرتبين ومنظمين. عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله اللهم بارك يا رب، اليوم ده كان ماشي معايا منظم ومرتب جدا، ما تعرفوش ازاي يعني، بركه ربنا قبل اي حاجه. وكمان عارفه الحاجات اللي انا عايزه اعملها 1 2 3، فماشي على 1 2 3. تمام. شايفين بقى هنا الطينه اللي كانت نازله من الكرات، فعشان كده بقول لكم نهتم جدا بغسيل الورقات والحاجات اللي زي دي. هنا حطيت في الميه شويه خل كده وهنقع فيهم الخضره، وهسيب الكرات يصفى معايا شويه علشان نعمل الحاجه اللي بعدها. معايا بقى العلبه دي فيها جبنه قريش كنت جايباها من البلد برضو، بس احنا يعني ملناش تقل قوي على الجبنه القريش، يعني بناكلها وكل حاجه، بس يعني ايه كل فين وفين كده. فكل فين وفين دي بقى الجبنه هتبوظ. يعني لما اسيبها لما يجيلنا نفسي كده ناكل منها تكون الجبنه باظت. فهعمل ايه بقى؟ هشرشها كده بشويه ملح، يعني احط لها شويه ملح كده تنزل الشرش بتاعها، وبعدين هقلبها في شويه شطه بملح تاني بعد لما تنزل الشرش بتاعتها يعني، واحطها في المش. تمام. المش طبعا هيحفظها كده ويعني هيخليها عمرها طويل، ولما نحب ناخد منها في اي وقت على شويه زيت كده وحبات طماطم متقطعه، يعني هناكلها في اي وقت. لكن لو سبتها بالشكل ده كده هتبوظ وخساره يعني. تمام. فبعد كده بقى معايا كده المأساة بتاعتي، قولي لي معلش يا غادة ويعني ربنا يعوضك عنها. المفرمه دي بتاعت فرحي وبتاعت جهازي يعني وكده. عايزه اقول لكم انها عند الراجل اللي بيصلحها بقالها 9 سنين. يعني هي عطلت في اول شهر كده في الجواز، كنا بنفرم عليها لحمه من بتاعه فرحنا يعني وكده، حتى شايفين مكتوب عليها السعر يعني بتاع التصليح وكده. فالترس بتاعها اتكسر، ومن يومها وهي عند الصيانه ونسيناها خالص يعني وركناها. فجبناها بقى يعني الايام دي وكده، فقلت علشان افرم عليها طعميه. هو طبعا ما فيش لحمه نفرمها عليها. يعني هي المفروض ان هي للحمه، بس اللحمه غاليه طبعا، يعني نجيب لحمه نفرمها ده كلام برضو. فجايباها عشان افرم عليها الطعميه، بس للاسف ما اشتغلتش معايا يعني، بدات انها تلف وكده وتنزل لنا شويه طعميه مفرومين شويه فول يعني، بس كل فين وفين بقى يعني. قعدنا نداحل كده فيها حوالي 2 ساعة علشان خاطر تنزل لنا شويه قد كده في الطبق. فقلت لا خليكي حاجه كده على جنب، وهشتغل برضو وهفرم الطعميه بطريقه تانية، بس مش هقول لكم دلوقتي فرمتها في ايه.
لان لو كنت شاركت معاكم وانا بفرم الطعميه في نفس الفيديو ده كان هيبقى مدته حوالي نص ساعه، فكان هيطول عليكم خالص. فانا فرمت الطعميه بطريقه تانية من غير مفرمه ومن غير كبه، بحاجه تانية كده. خمنوا كده وقولوا لي في التعليقات انا فرمتها بايه. فان شاء الله الفيديو اللي جاي اللي بعد ده باذن الله على طول هنزل لكم بقى وانا بفرم الطعميه، وهقول لكم رايي في طريقه الفرم دي بمنتهى الامانه يا بنات والله العظيم. وبس هتكون في فيديو مختصر كده علشان خاطر لو حبيتوا ترجعوا له في اي وقت ما تكونوش مضطرين تسمعوا الفيديو كله مرة تانية، تمام؟ تسمعوه تاني يعني. فتكون طريقة الطعمية يعني مختصرة كده لوحدها. وهنا برضو بنفس الطريقة حطيتهم على الرف التحتاني علشان لو حطيتهم على الشبكة هيدخلوا كده بين الفتحات بتاعة الشبكة وهيغلبوني. هنا بقول لكم بعد لما بتتجمد بتكون عاملة زي الصلصة كده، بتكون يعني عاملة زي لوح الازاز كده. تمام، ندخل بقى على اللي بعده. معايا هنا الخضرة اللي كنا نقعينها مع بعض من شوية، قطعتها كده وهاخد منها شوية في الكيس لانها كانت كمية كبيرة، وهاخد شوية على الخضار ده وهقول لكم برضو ان شاء الله الخضار ده هنحتاجه في ايه او هنستخدمه في ايه. وهاخد كمان شوية على الرز اللي هي الخلطة بتاعة المحشي. تمام، لكن الشوية اللي في الكيس دول هقفل عليهم كده وهدخلهم الفريزر لاي وقت تاني يعني ان شاء الله ما يكونش عنده خضرة ومحتاجاها ابقى اطلع من دي واستخدمها. بس لما نطلعها هناخد الكمية اللي احنا عايزينها وندخلها الفريزر على طول، عشان لو سيبناها بره بتطرى كده وما بتكونش حلوه. طبعا انا ايدي نظيفة وايدي كويسة وايدي في المية معاكم من اول الفيديو، فانا هعمل الخضار ده كده بايدي، احط له شوية ملح وشوية بهارات واعمله كده بايدي، لان الخطوة لما تعمليه بايدك كده بيطلع كل الروائح الحلوه اللي في الخضار، الروائح اللي في البصل واللي في الثوم واللي في الطماطم واللي في الفلفل، بتطلع كل الروائح الحلوه دي. فدعكتهم كده بدعكه حلوه وهقول لكم دلوقتي هنحتاجهم في ايه. بعد كده معايا هنا صدر فرخه اللي هو يعني ربع بس من صدر فرخه مش صدر كامل يعني. تمام، هنا بقول لكم ان اللون الاصفر اللي بيجي كده في الفراخ ده من الاضاءه الليد اللي هي على الترابيزه عامله اضاءه صفرة كده. تمام، فلكن الفراخ زي الفل يعني ما شاء الله اللهم بارك جميله يعني، وغسلها ومنضفاها زي الفل، لكن الإضاءة بتبقى تعكس على الحاجة البيضة يعني. فالمهم هنا هقطع الربع الفرخة ده، هقطعه قطع كتيرة خالص زي ما هتشوفوا معايا يعني ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربع فرخة بس يعني هيعمل معانا وجبة كاملة، ممكن يكفي فردين. فما نوقفش نفسنا على حاجة، ما نقولش بقى الفراخ غالية فهنحرم نفسنا خالص، لا يعني ممكن يعني بربع صدرة بس او نص صدرة، نص صدر فرخة يعني وكده تعملي وجبة كاملة تكفي 4 أفراد. الربع ده كفينا أنا وزوجي واتبقى مننا والله العظيم. فهنا قطعتها كده قطع صغيرة، قطعت منها قطعتين بانيه وقطعت الجناح لوحده، وقطعت اللي هي اللي اسمها الموزة دي او اللي مش عارفة بيسموها ايه، قطعتها برضو يطلع كام قطعة كده. فما شاء الله عملت منها رمت معايا كمية كبيرة خالص اللهم بارك. فهتشوفوا معايا دلوقتي بقى هنستخدمها ازاي او هنعملها ازاي. فانا كده هقطعها بالطريقه دي، وتكون السكينه حاميه معاك كده علشان ما تهرش منك الصدر وكده. وهاخدها اشطفها شطفه كمان تحت الحنفيه، كنت طبعا غسلها كويس بليمون وموضباها يعني ودقيق وكده. فهاخدها اشطفها شطفه كمان بعد لما قطعناها. ومعايا هنا طاسه على النار حطيت فيها معلقه كده صغيره من اللية اللي كنا او الدهن اللي كنا مسيحينه مع بعض قبل كده، او ممكن زيت برضو. انا اصلا هزوده زيت دلوقتي لان انا عايزه الفراخ يعني تاخد معايا لون كده اكن محمراها، لان هي دي التحميره اللي هنعتمد عليها بعد كده مش هنحمرها تاني. تمام، فانا هزودها كمان شويه زيت واحط لها كمان شويه ملح وبهارات برضو نسبه بسيطه كده. بس لازم الطاسه تكون سخنه معاكي خالص، ما تنزليش فيها الفراخ والطاسه بارده عشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتنشف معاكي. فلازم تكون الطاسه سخنه علشان الفراخ اول لما تنزل تاخد صدمه كده وتفضل محتفظه بالسوائل بتاعتها جواها، فتكون جوسي كده وطريه معاكي لما تنطبخ. تمام، هشوحها بقى يعني هفضل اقلب فيها كده واحمرها على جميع الجوانب لحد لما تاخد معايا يعني زي مثلا نص سوا كده. تمام، والنص التاني بقى هتكمله في الطاجن معانا في الفرن زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. هنا انا حطيت كميه وهطلعها اصفيها من الزيت واطلعها في طبق واحط الكميه التانية. ما حطيتهاش كلها مره واحده علشان الطاسه يعني ما تتزحمش مني يعني اكون براحتي كده. والصوص بقى اللي نزل منهم ده مش هرميه طبعا، ده يعني فيه السر والجمال والطعامه كلها. هعمل ايه؟ معايا هنا ميه عاديه خلاص من الحنفيه مدوبه عليها معلقه صلصه، وهضيفها هنا وهسيبها تغلي وهظبط لها الملح عشان خاطر ده هنستخدمها اكنها شوربه هنسقي بيها المحشي بتاعنا ان شاء الله، وهنعمل كمان منها شويه ملوخيه نقدمهم مع الاكله بتاعتنا باذن الله زي ما هتشوفوا معايا. فالصوص ده ما ترموهوش. تمام،
معايا هنا بقى الطاجن، بس عايزه اقول لكم وانتوا بتحطوا الميه على الصوص ده بالراحه كده، واحده واحده، ما تحطيهاش مره واحده كده، لان يعني ده طبعا بيكون زيت ومقدوح وكده، ونحط له ميه ممكن يطشطش يعني ويبهدلنا لا قدر الله. فحط كده واحده واحده وسمي الله كده وبالراحه. بعد كده بقى جبت ورق الخس اللي كنا غسلينه وسايبينه يدبل في البلكونه. شايفين بقى ما شاء الله محتفظ بلونه الاخضر الجميل زي ما هو، ولا اسود بقى ولا اتهرى، عكس لما نعمله في ميه سخنه بيسود خالص ولونه بيغير وطعمه كمان بيغير، وبنفقد الفوائد اللي فيه في الميه المغليه او الميه السخنه. لكن هو كده محتفظ بفوائده ومحتفظ بلونه الاخضر الجميل، ويعني حاجه كده يعني منتهى الجمال ما شاء الله. فسواء في شمس او ما فيش شمس، برده في البلكونه شويه او فوق السطح او قدام الباب، يعني لو ما عندكيش بلكونه يعني، وهيدبل وهيبقى زي الفل، او في ركن كده في الصاله هيدبل برده هيكون حلو. تمام. فهنا بقى هحشي وهرص كده على الخضار وعلى الفراخ، وهكمل كده بنفس الطريقه. ومعايا هنا شويه الورق العنب اللي كنا مطلعينهم من الفريزر لو تفتكروا كده من شويه، فبرضه طلعتهم وسلقتهم كده نص سلقه. ده ورق العنب اللي كنت مفرزاه معاكم يا بنات لو تفتكروا، جميل جدا وبستخدم منه يعني ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تحفه. تمام. فهنا بقى كملت الحله وحشيت كمان قرن فلفل كده اخضر. عملت الكميه يعني اللي تكفينا، طبعا ممكن تملي الطاجن لاخره، ولو ما عندكيش طاجن ممكن تعملي نفس الطريقه كده في حله برده مفيش اي مشكله. وظبطت بس تسويها بقى على البوتاجاز، لكن الطاجن هدخله الفرن. ظبطت بقى الملح، بس ما كترتش ملح لان حاطه ملح على الخضار وحاطه ملح على الفراخ، وما كترتش، وحاطه ملح على الشوربه كمان. شايفين بقى الشوربه بتاعتنا ما شاء الله اكنها شوربه حق وحقيقي. برضو مش هكتر منها، مش هكتر شوربه يعني او قاعد، علشان خاطر الخضار لسه هينزل الميه اللي فيه كده، فعلشان القاعد يكون مظبوط معايا والمحشي ما يعجنش وكده. معايا بقى شويه ورق عنب كده هغطي بيهم وش الطاجن من فوق، علشان خاطر هو بيغلي في الفرن يعني وكده، الورق ما يفكش مني. وهغطيه بقى بورق فويل او ورق سلوفان زي ما بتسموه. ما عندكيش ورق فويل ممكن تغطيه باي غطا حله تكون بتدخل الفرن يعني، او صينيه، اي حاجه، ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام. فهغطيه بقى، بس هحط الطاجن على الصاجة كده على البوتاجاز من فوق شوية، يعني 10 دقايق كده او ربع ساعة، لان الطاجن بياخد وقت لما بيسخن، فلو دخلت الفرن كده على طول هياخد وقت طويل خالص لما يسخن معايا ويغلي. هنا بقول لكم كنت فاكره احط دبس رمان بس نسيت، لا يلا بقى مش مشكله، قدر الله ما شاء فعل. المهم هنا بقى بعد لما الطاجن سخن دخلته كده على الرف اللي هو التحتاني خالص في الفرن، لحد بقى لما يستوي ويتردد كده. ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوه، حاجه كده يا بنات يعني من الاخر كده. عارفين الطواجن اللي بتعمل في المطاعم اللي هي المشهوره الكبيره اللي هو حضرموت والحاجات اللي زي دي، حاجه كده ما شاء الله. عارفين الزبده والصباع كده، كل صباع كده مستقل بنفسه كده ما شاء الله لوحده مش معجن، والفراخ مستويه ومهريه كده زبده زي ما تشوفوا معايا دلوقتي، يعني ما شاء الله حاجه كده يعني من الاخر ما شاء الله. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. فدلوقتي بقى هقلب معاكم الطاجن. زي ما قلت لكم لو ما عندكش طاجن ممكن تعمليه في حله على البوتاجاز من فوق، ممكن تعمليه في صينيه فرن تكون يعني عميقه كده او غويطه شويه، تعمليه في الفرن برضو فيها مش مشكله، مش لازم طاجن يعني. بس الطاجن بصراحه يعني بياخده في حاجه تانية خالص، وبيعملوا كده يعني نفس ونكهه حلوه كده. هنا الخضار اللي معايا في الطاجن ده طبعا مش هرميه، ده الجمال كله في الخضار ده، والخضار برضو اللي على وش المحشي ده برضو مش هرميه، هاخدهم كده في طبق واقدمهم زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. هوريكم بقى دلوقتي اللهم بارك المحشي مفلفل ازاي والفراخ مستويه ازاي، شايفين يعني زبده كده مهريه اللهم بارك ومستويه سوا كامل يعني. والمحشي ما شاء الله جميل جدا، وكل صباع كده لوحده ومستوي ومفلفل من جوه، يعني مش اللي هو يعني مستوي والرز من جوه معجن او كده، شايفين ما شاء الله. يعني صبع المحشي مش متحمل الشوكة اصلا، وفي نفس الوقت الرز من جوه واخد لون حلو وواخد سوا حلو، يعني جميله بصراحه. شايفين بقى من جوه عامل ازاي، شايفين يعني زي المسطره كده بيجري كده ورا بعضه، يعني ولا معجن ولا اي حاجه خالص. فجربوا الطريقه دي باذن الله يعجبكم جدا، وحاجه اقتصاديه يعني، الخاص كده كده بنشتريه فتمام. فالورق بتاعه ناخده ونعمله محشي وربع فرخه، يعني عملنا اكله لذيذه وجميله من اكلات المطاعم، وفي نفس الوقت غير مكلفه خالص واقتصاديه جدا يعني.
تمام. وعملت كده شويه سلطه وعملت شويه ملوخيه عشان ما فيش شرب يعني وكده، ومعايا الخضار اللي كنا عاملينه في ارضيه الطاجن او تحت الفراخ يعني. وقدمنا اكلنا البسيط بالشكل ده. فاتمنى يا رب يكون عجبكم. كنت نفسي في الفيديو ده اغسل معاكم التلاجة وكده بعد لما اخدنا الحاجات اللي فاتت وعملناها، بس الفيديو كان هيطول عليكم زي ما قلت لكم. ففيديو تاني ان شاء الله ابقى اعمل معاكم التلاجة ونرتبها كده. وكمان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشارك معاكم طريقه الطعميه واقول لكم فرمتها ازاي. فاكتبوا لي كده في التعليقات يعني ايه اللي جه في بالكم كده اكون فرمتها ازاي من غير مفرمه ومن غير كب. فبس هو ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم ويكون افادكم باي حاجه حتى لو بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.